اللي بيتعود يمسك الفلوس ويبتدي بيكسب ويربح زيها زي الإدمان. يعني زي ما ممكن يدمن حاجة سلبية يبتدي يدمن حاجة إيجابية، أكسب كذا، أكسب، أعمل الجزئية دي. ما أعرفش أنا كده جاوبتك على السؤال ولا أنا وصلت بالعكس، انت شرحته بشكل كويس جدا. أو الكلام ده. بس أنا يعني بأكد على النقطة برضو، بقول لأي حد أنت بتطلب من ربنا، فلك أن تتخيل أنا لو جيت دلوقتي أطلب من فرد أو من وزير أو من رئيس، الناس تحب تطلب حاجة تليق بيها. فأنت لما تيجي تطلب اطلب. يعني في قصة سيدنا سليمان لما تمنى أمنية، أنا يعني كل شوية الناس بتعدي عليها بستغربها. قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طبيعي يا أستاذ أحمد، احنا بتتمنى إيه؟ الوقت اللي انا فيه، الوقت اللي انت فيه، وتقارن نفسك بالناس اللي كانوا قبلك، فتقول يعني في مثلا يقول لك ايه النهارده ايلون ماسك بقى اغنى من فلان، كويس، فانا عايز اكون مين اغنى من مين؟ من ايلون ماسك مثلا. يعني ده يبقى الامنيه بتاعتي. فهو تمنى ملك مش للناس اللي قبله، تقال الملك ده ما يكونش للناس اللي بعده. يلخص الملك ده كله، سيبك بقى ان ربنا سخر له الريح وعمله كده، يلخص الملك ده كله في مشهد واحد. لما جاله الهدهد وحكاله قصة امرأة سبأ والكلام ده كده، فجاب 2 قال لهم أيكم يأتوني بعرشها. فواحد قال له قبل ما تقوم من مقامك، قبل ما تعمل كده هجيب لك العرش، اوبشن عالي يعني. طبعا. فالتاني قال له قبل أن يرتد إليك طرفك. تعرف يا أستاذ أحمد يعني إيه يرتد إليك طرفك؟ ممكن الناس تظن يرتد إليك طرفك إن أنت تعمل كده، تبربش. دي حركتين، هو يتكلم عن حركة واحدة. لا يوجد ملك سيأتي زي الملك ده في الدنيا. طبعا. يعني احنا النهاردة أهلينا، لو انت حكيت ليهم عن اللي احنا بنكلم ناس فيديو كول واتصال، والنهاردة اتصل بكذا وكذا، فاهم؟ النهاردة الملك ده، هل انت تتخيل عقليا اللي هو يتحصل؟ لا طبعا. ابدا. ملك دولة يتنقل لغاية عندك؟ لا طبعا خالص. فربنا بيدي كل شيء. انا لا مش في مجال ان انا يعني ادي حاجه يعني في نقطه، بس انا بتكلم في نقطه. انا لان انا واحد مثلا قلت لك انا كنت بقرا كتير، فحتى يعني شويه قريت في الفلسفه وقريت، يعني انا كنت فاكر مثلا كتاب ذا سيكريت ما كانش نزل لسه بترجمه، فكنت في واحد معايا اخليه يقعد يترجمني، وهو القصه كلها بتحكي على الجاذبيه، الاشياء بتتمناها، انت فاهم انت اكيد الكلام ده. فانا بنصح الناس اللي هو في الجزئيه ديت، لا طبعا الاجتهاد مطلوب جدا، احسن الظن. انت النهارده اللي بيملك العمر ويقدر ويعمل الجزئيه ديت. انا افتكر مره واحد وانا راجع من الكليه، يعني الراجل ده فبيسالني، قال لي انا بشوفك موجود في ماليزيا، فقال لي فبيسالني عارف انت الاسئله، اخبار الكليه ايه، المصاريف عندك كام، مش عارف انت بتروح من الساعه كام، عارف الاسئله التخصصيه قوي كده. بس قلت حضرتك انت بتسال لي؟ قال لي عشان لو كده اروح ادرس يعني. فقلت له هو حضرتك عندك كام سنه؟ فقال انا عندي، هو عنده 62 سنه. عايز يدرس. عارف انت يعني انا قلت لك برضو، انت عارف ان انت، انا قلت له تفاصيل عالم طاعات. بعدها بفتره قام واحد قام ساله مش عارف معاه جواز ايه، فقال له انت اخدت الجواز ده منين؟ قال له لا ده انا سافرت كذا واتجوزت واخدت كذا والكلام ده وكده، وسافرت وسبت البلد. الراجل ده انا شفته اللي هو صديق على الفيسبوك، مره منزل صوره بالدكتوراه اللي انا كنت بتكلم عليها ديت، اللي انت ما خدتهاش. انا ما خدتهاش، هو خدها
ونزل صوره بعدها بالباسبور اللي انت ما خدتوش هو خدته. لا فانت خلاص اتعلمت ساعتها فكره الوصايه ديت، ما تعملهاش على حد. ما تعملهاش.